بالنسبة للعرسان مسافرة السعودية شغلانتها بتوفق راسين في الحلال، وعندها عرايس وعرسان من كل حتة في مصر والعالم كله، وبتاخد فلوس على شغلها، والموضوع عندها جد مش هزار. حقيقة أم كارما أشهر خطابة في مصر. إزاي اتشهرت؟ وهل بتاخد أجر على شغلها؟ وهل ده أبليكيشن ولا خطابة زي زمان من قلب البيوت؟ كواليس وأسرار كتير هنعرفها في الفيديو ده. بنت الشرقية وبيجيلها عرسان من كل حتة في العالم، ولما يكون في عريس جاي من السعودية بتنسق معاه قبلها العرايس وبتاخد مواعيد المقابلات. كلامنا هنا عن أم كارما، أشهر خطابة في مصر، زي بتاعت زمان بتلف البلد حتة حتة، وأي عروسة عايزة عريس بتكلمها وهي بتجهزها وبتجيب لها مواصفات العريس اللي هي عايزاها. أم كارما مش أبليكيشن، دي ست مصرية وبنت بلد وجدعة، وفي قلب قرية بلبيس الشرقية، وزباينها من كل حتة في مصر والوطن العربي. وأول ما يقع بين إيديها عريس متريش مسافر برا مصر، سواء دول الخليج أو أوروبا، بتاخد من العروسة فيزيتا محترمة، وأكيد العريس اللي بيشتغل برا مش هيتساوي بالعريس اللي شغال في مصر. أم كارما شغلانتها بتوفق راسين في الحلال، وبتاخد عليهم فلوس من تعبها وشقاها، وبتظهر في الفيديو هي بتقول مواصفات العريس اللي معاها، سواء من قلب الشرقية أو من مختلف المحافظات، وفي منهم كتير من القاهرة والتجمع والشيخ زايد، وكله على حسب الطلب. وهي بتفضل مع العريس والعروسة وسيط لحد ما تقع الفاس في الراس، وتوفق راسين في الحلال، وتحسوها شبه مندوب المبيعات بتلف البلد كلها بالتروسيكل. بتظهر أم كارما من قلب الغيط بتاعها وعلى التروسيكل، وبتبقى لابسة جلابية فلاحي، وبتتكلم بمنتهى البساطة كأنها قاعدة مع جمهورها وزباينها على المصطبة حرفيا، وبتحكي معاهم كل حاجة. وأي واحدة قالت على مواصفاتها جالها العريس بتفضل ورا الموضوع وحتى في المقابلة لحد ما تتم، وكلهم أصحابها وحبايبها. وأي عريس بينزل من السفر بتجهز له قائمة بالعرايس اللي بيروح يشوفهم، وأي واحدة وقع في غرامها بتوفق بينهم على طول، وبتفضل ورا زباينها لحد ما تطمن عليهم وتجوزهم. أم كارما ست بسيطة وفلاحة، وبتشتغل في الغيط بتاعها، وبتلف بتروسيكل على أكل عيشها، سواء خضار أو فاكهة، وهي وجوزها إيد واحدة ومع بعض على الحلوة والمرة. أم كارما بقالها أكتر من 3 سنين على السوشيال ميديا كلها، ما بتطلعش لايفات زي التيك توكرز أو البلوجرز، لأن دي مش شغلانتها، وشغلانتها الأساسية خطابة بس، وبتطلع في فيديو تقول مواصفات العرايس اللي معاها ومش أكتر من كده. وجوزها شمس برضو، عندهم هما الاتنين كلمة بيظهروا بيها دايما في أول الفيديو، وهي عروسة عروسة يا جماعة، أحلى عروسة، وتعالوا معانا احضروا معانا. وكمية كومنتات وتعليقات لبنات ورجالة بيدوروا على نصهم التاني وعايزين أم كارما تبقى وسيط ليهم وتجوزهم. أم كارما بتظهر في كل فيديو هي قاعدة ومربعة، سواء في البيت أو سواء على التروسيكل، وتقول قائمة البنات والرجالة اللي عندها وعايزين يتجوزوا. فيديوهات أم كارما بتوصل لملايين المشاهدات، لدرجة إن عدد المتابعين عندها وصلوا لأكتر من 100 ألف متابع في أقل من سنة، وكلهم من كل حتة في مصر والوطن العربي، وحتى في أوروبا من كتر ما عليها الطلب وعلى العرايس اللي معاها. ناس كتير بتبقى شايفة الموضوع الخطابة أمان أكتر من موضوع الابليكيشن ده، لأنها بتبقى واحدة معروفة، وفي ناس تانية شايفة إن الموضوع اسمه نصيب، وإنه عبارة عن فكرة صالونات بس كل طرف بيدور على مواصفات التاني عند مكالمة الخطبة. يا ترى انتوا مع ولا ضد فكرة الخطبة؟ شاركونا في التعليقات.